تعرف ايه هي البقرة الحمراء؟ وايه هو الهيكل؟ وليه اليهود شايفين ان بقرة واحدة ممكن تغير شكل العالم كله؟ الموضوع غريب. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلينا نفهم معنى إيه كلمة هيكل. في التوراة بيتقال إن النبي داوود كان عايز يبني معبد لربنا، بس كانت إيديه ملوثة بالدم، بمعنى إن هو كان راجل حرب وقائد عسكري، وبالتالي دخل معارك وقتل ناس كتير من الأعداء في سبيل الله وحماية بني إسرائيل. وساعتها المهمة راحت لابنه النبي سليمان، فبدأوا يبنوا الهيكل الأول وجابوا له أحجار مخصوصة من منطقة اسمها مقالع سليمان، والسطح اتغطى بخشب الأرز والأرضية بخشب السروج. والهيكل ده كان مخصص لحاجة واحدة، تابوت العهد. وتابوت العهد ده كان عبارة عن صندوق مقدس فيه ألواح موسى وعصا هارون وحاجات تانية. التابوت ده كان مصدر السكينة لبني إسرائيل، وكانوا بيشيلوه معاهم طول فترة التية. وفترة التية للي مش عارف هي ببساطة عقاب من ربنا عليهم لمدة 40 سنة. بس الهيكل الأول اتدمر على إيد البابليين، وتابوت العهد اختفى ومحدش شافه تاني. بس في كام نظرية بتقول إن اليهود خبوا التابوت قبل وصول البابليين.